السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم اللحمة بطريقة جديدة ومميزة. اللحمة بيطلع طعمها وريحتها حلو جدا ودايبة من الآخر. لو هتجربوا الطريقة ديت هتنسوا اللحمة المسلوقة والمشوية وهتعملوا اللحمة بالطريقة ديت على طول. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا كيلو من اللحمة غسلتها وصفيتها. استخدموا أي نوع لحمة موجودة عندكم وقطعوها زي ما تحبوا، صغير أو كبير. ودلوقتي حلة رفعتها على النار واحط فيها معلقة كبيرة من السمن. اول ما السمنة تسخن بنزل عليها على طول باللحمة. لازم السمنة تكون سخنة كويس عشان اللحمة متنزلش المية بتاعتها. وهفضل اشوح في اللحمة واقلبها على كل ناحية كده لغاية ما تبتدي تاخد لون. وهنا مع استمرار التقليب اللحمة ابتدت تتحمر وتاخد لون غامق زي ما انتوا شايفين. بستمر في التقليب بس ههدي النار، هخليها متوسطة عشان اللحمة ما تتحرقش. وهضيف لها معلقة من الفلفل الاسود واربع او خمس فصوص من الحبهان. هقلبهم مع اللحمة تتشرب وتطعم بيهم. ممكن تضيفي اي منكهات بتحبيها، ورق لورا او مستكة. وبستمر في التقليب على نار متوسطة. في الوقت ده اللحمة اتحمرت وخدت لون غامق. هنزل عليها ببصلة كبيرة متقطعة وبقلب البصل مع اللحمة لغاية ما البصل يدبل مدة دقيقة او اتنين. انا مش هخلي البصل ياخد لون. ودلوقتي هنزل عليهم باربع او خمس فصوص توم متقطعين صغير. تقليبة كده لمدة دقيقة لغاية ما اشم ريحة التوم، مش اكتر من كده عشان التوم ما يتحرقش. ودلوقتي بزود اللحمة كوباية مية سخنة واسيبها تستوي على نار متوسطة. كل ما الاقيها شربت ميتها بزودها مية سخنة شوية بشوية لغاية ما تستوي. مش هتاخد وقت طويل. دلوقتي اغطيها واسيبها تستوي براحتها. وهنا اللحمة استوت تماما. خدت مني كوبايتين ونص بالظبط من المية السخنة. ممكن تاخد منكم اقل او اكتر حسب نوعية اللحمة اللي عندكم. لو حابين تسووها في حلة الضغط مفيش مشكلة لو تاخد منكم وقت طويل. ودلوقتي هضيف الملح بعد ما اتأكدت ان اللحمة استوت. مش بحط الملح من الاول عشان الملح بيقلل من عملية تسوية اللحمة. ودلوقتي معايا معلقة كبيرة من الدقيق هدوبها في أقل من ربع كوباية مية، يعني حوالي معلقتين 3 من المية. أول ما الدقيق بيدوب بنزل بيه على اللحمة تقلبتين 3 كده. الخطوة ديت اختياري، ممكن تستغنوا عنها بس دي عشان تخلي الصوص يتقل والصوص يكون معايا كريمي وناعم. نيجي دلوقتي لأهم خطوة في وصفتنا النهاردة واللي بتديها الطعم الجميل المميز. عندي كوباية كبيرة من الزبادي. هقلب الزبادي كويس لغاية ما يكون قوامه شبه سايل. وفي المرحلة ديت أنا مهدية النار جدا. وهاخد من الصوص معلقتين أضيفهم على الزبادي وأقلبه كويس بيهم. وهنزل بالزبادي شوية شوية على اللحمة مع التقليب. بنزل بيه شوية شوية عشان الزبادي ما يعملش قطع او ما يخرصش مع الصوص، ويكون في النهاية الصوص شكله كريمي ومتجانس وشكله حلو. وهنا بعد ما قلبت الزبادي كويس مع الصوص وامتزج بيه ومفيش اي اثر للزبادي، هسيبهم كده يغلوا مع بعض غلوتين يتطعموا ويتشربوا من بعض. وكده تمام. بعد ما سبتهم يغلوا مع بعض اللحمة استوت وبقت زبدة، والصوص زي ما انتوا شايفين لونه خطير يجنن، والريحة ما شاء الله جميلة جدا. الصوص تقيل لونه تحفة. كده تمام. هطفي النار عليهم. وهنا بقدم اللحمة جنب شوية رز بالشعرية. ممكن تقدموها جنب رز أو مكرونة. اللحمة دايبة دوبان مش مستحملة. طعمها وريحتها وشكلها حاجة كده آخر جمال. اللحمة شاربة من الصوص والصوص جميل هيتاكل كمان قبل اللحمة.
جربوها هتنسيكوا اللحمة المسلوقة والمشوية وأي طريقة تانية للحمة، وهتعتمدوا الطريقة ديت على طول. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك، واللي بيشوفني لأول مرة يشرفني اشتراكه في القناة. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.